السلام عليكم غالياتي، صباح الخير، صباح الحب، صباح الصحة، صباح الستر والهنا عليكم كاملين، صباح القهوة والطاقة الإيجابية. نبداو نهارنا بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا وشفيعنا. فيديو تاع اليوم متنوع، فيه وصفة، فيه روتين، فيه تحفيز، فيه نشاط، فيه خليكم تكتشفوه معايا. يلا نبداو مع بعضنا. الحاجة الأولى اللي نبدا بها نهاري اللي هي القهوة. نبدا نهاري بالقهوة. كاين بزاف اخوات يقولوا لي شهرزاد واش من قهوة تشربي؟ البنات انا ما عنديش قهوة معينة، كل مرة كيفاش، كل مرة واش نشرب، براس، كابسول، شيكوري، كل مرة كيفاش. اشربت الفنيجل تاعي تاع القهوه وجيت ندير النيله الزرقاء اللي راكم موالفينها معايا في القناه، راهي من حوالي سنه ونصف هكذاك. بروياسيل بيو كوزميتيك. بروياسيل هذه يعني العلامه نتاع النيله الزرقاء، الماركه نتاعها اللي قلت لكم راهي من مده معنا والحمد لله عندها جمهورها ويشروها ومداومين عليها. خاصه ننصحكم بالمداومه، باسكو اي منتوج حتى ويكون عالمي لو كان ما تداوميهش ما راحش تلقاي نتيجه. قلت لكم الصابون هنا ما بقالوش، او صغار لي مع انه يجي الله يبارك كبير. نبدا نهاري عادي كيما نقولوا، شربت قهوتي دوك نبدا نفرز في الضروري. صورت معكم روتين تحفيزي. الحاجه الاولى نيطالي في وجهي وفي رقبتي. تفكرت واحد البلاغ ومن بعد نحكيها لكم. نيطالي في وجهي وفي رقبتي بيان سير ما نقدرش نوريكم، هيا نوريكم غير في يدي وراح تشوفوا الفرق. نديروها هكذا نيطاليوها في وجهنا كامل، رقبتنا اللي عندها في الابيطين تاعها كاين اللي يديروا ديودورون تسود لهم الطوابق تاعهم كما نقولوا بالعاميه. نيطالي كامل هكذا هذيك النيله في المناطق المراد تبييضها ولا تصفيتها. نديروها نخلوها ربع ساعه 10 دقائق حسب البشره، راهو مكتوب في العلبه البشره الحساسه تحت 10 دقائق 8 دقائق، وللبشره العاديه حتى ل 15 دقيقه. هكا خياتي يقولوا لي اسكو يستعملوها البنات الصغار المراهقات؟ راه كلش فيها طبيعي، يستعملوها حتى البنات الصغار عادي. لي طاش تاع الكنف، انا كان عندي طاشه تاع الكنف راحت لي، ودائما اللي يعرفوني يقولوا لي شهرزاد كي واش درتي، الوغ ننصحهم بها. عندنا النيله الزرقاء اللي شفتوها هي الاولى، نخلوها نستعملوها مره في الاسبوع. اما لاموس هذه نديرها يوميا. لاحظوا الفرق من اول تجربه، يعني نحيت لكم يدي من الشمس باش تشوفوا، وحده بيضاء وحده بقات عاديه حمراء. هنا تعرفوا بلي نتيجه تاعها فعاله. صابون نغسلوا به ديما، صابون يوميا نغسلوا به. لاموس هذيك نديروها يوميا، كريم ترطيب. اما النيله نديروها مره في الاسبوع. هكا خياتي. السعر تاع الباك هذا راهو 300,000. التوصيل في العاصمه مجاني، باقي ولايات الوطن راهو 20,000، يعني التوصيل راهو بمبلغ رمزي او 20,000. قلت لكم صابونه عاديه دير رغوه ما شاء الله، راني مالف نوريها لكم في فيديوهات سابقين على النيله. اللي حبت تشريها تتواصل بالارقام اللي راهم في الشاشه. شوفوا الفرق في يدي يا خياتي. قلت لكم اللي تحب تشريها النيميرو راهو قدامكم، عيطوا والتوصيل في اسرع وقت يكون. هنايا الحاجه الاولى اللي درتها بعد ما غسلت وجهي وكلش نشفته ودرت لاموس هذيك الكريمه تاع الترطيب. هيا جيت الشغل اللي ما يخلصش. نحيت الحوايج من الحبل، كان نحاهم وليد اللي كانوا هذوك السرابت كانوا هكذا اللي ضغى نحاهم، قال لك غطاو لنا الشمس، حطهم فوق الساشرانج ناشفين. وتانيت الحوايج الاخرين هذه جيت نحيهم كامل ونطويهم ونحط كل حاجه في بلاصتها هكا باش ما يقواش علينا الشغل وما تتراكمش الخدمه. مشي كل يوم انا ندير هذا الخدمه، مشي يوميا صراحه، نهار البنات نهار انا، كل مره كيفاش. يعني الشغل تاع الدار راك مادام راهم في العطله يعني هما اللي يديروه الاغلبيه تاع الوقت. والله ما راني نقعد، قلت لكم عندي واحد الشغالات هكا نفري فيهم، تسمى في الدار ما نقعدش بزاف، غير الحشيه نكون في الدار، الصباح ديما نجري على شغالاتي ان شاء الله ادعوا لي بالتيسير. هذه هي. وكما قال راهم كبارات، وحده راهي 16 سنه وحده راهي 14 سنه، يتعاونوا وساعات والله غير حتى الفطور توجدوا لهم لينا هي. يعني الحمد لله يا ربي، الحمد لله الصحه والستر ولهنا هذاك مكان. انا هنا بما راني نطوي في الحوايج، هما راهم حاكمين يمسحوا الغبره يمسحوا الخزاين، وكل خطره كيفاش، كل خطره نقسم عليهم المهام. هنايا بعد ما نحيت الحوايج طويت هذاك الساشلانج حطيته تكوتي. بزاف هاي البنات كاين واحد الفيديو سقسيتوني عليه السعر تاعو
هو وقيله في البخانطون 299 ولا 98 الف هكا، قريب 300 ميل، هذا هو السعر تاعو. وهنا عندي كما يقولوا لي صحاباتي هذا القبر اللي عندك. انا هذا القبر ديما نشرب فوق القهوه. كاين واحد المحبس هكا جاي في الباطيمات هكذا في البالكونات، جاي على برا، جاي طويل طول البالكون. يعني تحبوا تزرعوا فيهم، تحبوا راكم معايا، مرحبا بكم يا اختي، روحوا زرعوا عندي، ها روحوا. انا ولا غير يزيد حط هكا عاوس معرف تاع نعناع، شوفوا الله يبارك. دوك هاد الايامات قال لي نصبغ البالكون، من بعد يغرس فيه هكا باش الله الله. المهم الفيديو هذا درته للاخوات اللي يقولوا لي شهرزاد ما تغيبيش علينا. انا صح راني الايام هادو راني شويه مزيره، والله ما راني نصور فريمون زعما كيما مالف معاكم الوصفات وكامل، والحمد لله اللي يعرفوني ويتبعوني على بالهم باللي قناتي الحمد لله محتواها هادف ومفيد، متوجهه للمراه الجزائريه العربيه، من كل ما تحمله هذه الكلمه، من روتينات يوميه، من وصفات خاصه الى روماركيتو انا نمشي بزاف مع الوصفات المتطلبه اليوميه للديار. ما نكلفش نفسي فوق طاقتي باش ندير وصفات غاليه. هذا ما يعنيش انه ما نعرفش، لانه كاين بزاف ناس يقول لك هاتي جديد. انا ان شاء الله كما قال المستقبل راح تتبدل شويه حاجات، لكن الحمد لله اللي قراو عندي في تيليجرام ام يعرفوا لا كاباسيتي تاعي، ام يعرفوا واش معناتها استاذه طبخ. بصح انا في اليوتيوب هنا نخاطب العقول، يعني المراه العامله والماكثه في البيت، هذا هو الهدف تاع قناتي. والحاجه تانية اللي لازم الناس تفهمها، باللي الناس راهي حليل. انا دوكا كي نجي ندير لك روتين مكلف، وصفات باهظه الثمن، انت تشوفي غير بعينك ما ديريش ديك الوصفه. علاه زعما؟ علاه؟ راكم تشوفوا حتى الدجاج راه وين وصل. هنا جا والد قعد معايا راهو كونجي، قال لي جيبي نطبق معاك. عطيت له تريكو، قال لي يا ماما سمحي لي انا نعرف نطيب، الدومين تاعي الحوايج ما قريت عليهم ما نعرف نطبقهم. وراني قاعده نكسر انا وياه، والبنات راهم يمسحوا في الغبره في البيوت من هيكا، والحمد لله يا ربي، الله يرزقنا ويرزقكم الصحه والستر والعافيه يا رب. وهادو من بين الروتينات اليوميه اللي اي وحده فيكم راهي كيما اختها شهرزاد تطبق وتخمل وتفرش وكامل. المقاطع هذو هنايا هاد الحانوت اللي كان سبق وسقسيتوني بزاف على لاناب تاع الكوزينه، راني عاودت وليت شريت انا هذا الصفر، وشريت لصديقتي تاني تحب تدير شومان دو طابل وناب بطراشن، وصورت لكم المقطع في الحانوت هذا اللي في الرغايه. راني وريت لكم الحانوت من برا، هم عندهم لي موديل. كيما اليوم انا شريت هذا لصديقتي، كاين سامبل، كاين اوني كيما نقولوا ما فيهش الديسان، وكاين هكذا يعني كل وحده والكوزينه تاعها، ولا راهي حابه دير شومان دو طابل في الصالون. المهم انا صورت لكم خياتي، راهو يدير غير 100,000، والاوني يدير 105,000 نورمالمون، 105,000. هاوليكم كيما تاعي من تحت. باسكو بزاف سقسيتوني عليه يا شهرزاد قولي لنا وين. والله غير يا البنات كي عاودت وليت الحاجه الاولى اللي رحت ليها، باسكو كانت عندي شغل في الرغايه، الحاجه الاولى اللي درتها رحت صورت لكم مقطع والحانوت. وشوفوا هنا السرابت هادو خشان فريمون الله يبارك بالمتره، راهم 280,000. كبيره البنات كيما يقولوا ناس الغرب بشكير. مازالني شافيه شويه على هضرتي، تقولوش جات للعاصمه صغيره وما تعرف والو. نسات اللهجه تاع الغرب. هنا هذا تاع الدراري البوالين. هذا اللي يقدروا يخيطوه للدراري. قولوا لي عجبني هذا الصفر، هذا القماش اونتيتاش 125، هذا اللي منه. هذاك الجلد اللي عندهم ولادهم يشمخوا الفراش حاجه باينه، دي تخيطيه دغاووس روعه، ما يسربلكش الماء من تحت. والله ما على بالي السعر تاعو. من بعد دخلت للدار مع الحشيه، درت رشته عبد الرحمن شهر رشته. عبد الرحمن اللي يعرفوه من زمان هنا في القناه، يعني كاين مشتركات يحصراه من اللي زاد عبد الرحمن. انا اصلا قناه حليتها وانا نفسه به، وهو راهو دار له البارح لو 22 اوت دار 7 سنين، يعني القناه راهي عندها 7 سنين وانا معاكم فيها. نشفى كنت نفسه عندي يومين. اول فيديو درته في القناه كان سمك البونيط، من بعد موراه درت بركوكس النفسه. هي ذكريات.
واحلى ذكريات مع اغلى خيات ربي رزقني بهم، والله العظيم ما ندمت على هذه الخطوه. بون هنايا رشتها كاع تعرفوها، رشتها شويه سمن شويه زيت، الدجاج، البصله، ملح، فلفل كحل وقرفه، قليو مليح والحميصه ومرقوا، من بعد نفوروا الرشته تاعنا وعادي. يعني الوصفه تعرفوها اصلا، اللي يحب يشوف الوصفه كامله وحدها يكتبوا الرشته مطبخ وتدابير شهرزاد، هذه بالنسبه للمبتدئات. اما الحراير الفحلات على بالي تحصلها خير مني، ربي يحفظكم ان شاء الله. انا نهار حليت قناتي كان والله ما نعرف في اليوتيوب صراحه، ما نعرف مونتاج، ما نعرف والو. كان عندنا الفيسبوك هذاك الوقت، عندنا 5 دقائق نقدروا نديروا فيها فيديو تاع 5 دقائق لايف. كان اللايف محدود 5 دقائق. في هذوك ال5 دقائق كنت نعلم البرودي، نعلم هكا وصفات، في التعليقات نحطوا الصور. يا حسراه المشتركات اللي كانوا يعرفوني باسم لينو ريمو، نسبة لاسم بناتي لينا وريما، كانوا اسمو الفيسبوك تاعي الاول. ويا حسراه شحال تبيراطيت وشحال تواسيت غير تبدا يتباني شويه تسمى نعرفوا باللي الحسد والغيره يا حسراه من زمان. من بعد لي زيلاف اللي كنت نقريهم هما اللي اقترحوا عليا فتحي قناه في اليوتيوب. ما نعرفش خلاص كيفاش، ما نعرفش باسكو الفتره تاع حملي بعبد الرحمن حبست لانيمي، كانت قويه حبست، هيا شغل عطلتهم على قرايتهم. من بعد ولا يقولوا لي ديري لنا في اليوتيوب، معليش نولو نتبعوك في اليوتيوب. ما نعرفش فيه قرام، من العقل سقسيت هكا كيف افتح قناه. يعني تكتبي في الريشيرش، كاين بزافهم يقولوا لي شهرزاد ولينا كيف نفتحوا قناه. انا لحد الان عندي ادمن شادت لي القناه، ماشي انا، باش ما تقولوش شهرزاد مش حابه تعلمنا، باسكو بزاف تقولوا لي ديري لنا فيديو كيفاش نحلوا قناه. ولا غير عندي ادمن خياتي، هي اللي ربي يحفظها ويعطيها ويمنيها، وربي ان شاء الله يحفظ لها وليداتها، هي اللي حاكمت لي القناه. انا تروح تقعد ما على باليش، حاكمت لي هذه وحاكمت لي شهرزاد دي زاد. نعرف ندير المونتاج، تعلمت ندير المونتاج، نقصر معاكم نهضر معاكم، بصح الادسنس والخبايا تاع اليوتيوب والله ما نعرفهم، وربي على ما اقول شاهد. هذه هي خياتي. بالنسبه للاخوات اللي يقولوا لي شهرزاد ديري لنا فيديو كيفاش نفعلوا الربح، كيفاش نديروا، والله العظيم الذي لا اله الا هو لو كان نعرف ما نعز عليكم يا الغاليات. هنا درت شويه تاع الرقاق شخشوخه فورتها. ناس الغرب حنا نديروها مرقه بيضه، بصح ماشي مرقه بيضه كيما اللي راكم تشوفوا فيها تاع الرشته. انا بركت شهيت فورت شويه، كاش نهار ندير لكم الرقاق تاعنا تاع ناس الغرب. صبروا يبرد شويه الحال، وكيما قال نستغلوا ذيك اللقمه السخانه، والله غير السخانه كما شي عبد الرحمن تشهر رشته والله ما نديرها. هيا درتها وجات ما شاء الله، وجات بنينه والله غير جات حسن. لكن حنايا ناس الغرب نديروها ندوزنوها بالخضره بزروديه، الله وتجي مرقه ماشي حمراء هكا، تجي ماشي بيضاء عفوا، تجي شويه صفراء بلي زيبيس بيان سور، وتجي بنتها بنه. الرقاق تاع الغرب لا يعلى عليه. المهم حبيباتي، حبيت نتطرق ثاني لواحد الموضوع اللي وجعني. شوفوا جامي وجعوني تعليقات مال في صحة نتقلق نقول شنو هذه، واش درت لها، علاش يتهاجم فيا هكذا. بصح التعليق تاع هاد الاخت نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هذا ما كاين ناس يهضروا باش يهضروا وخلاص، ما يعرفوا خصوصياتك، ما يعرفوا الدواخل نتاوعك، ما يعرفوك انتي كيفاش راكي عايشه. انا ماشي معناتها يا اختي العزيزه اني نهضر مع الناس المتطفلين، ماشي الناس اللي تعرفني وتفهمني كيما قال لك الحر بالغمزه والبرهوش بالدبزه. نهضر مع الناس اللي يحبوا يطفلوا على غيرهم. باسكو دوك نحط لكم التعليق هنايا، دوك نحطه لكم. بون الفيديو السابق انا قلت لكم اعطوني رايكم في الصالون اللي كنابيات، شي 2 كنابيات، والحمد لله نتقبل كامل الاراء. شوفوا سواء نقد ايجابي سواء سلبي، حتى ولو يكون تعليق سلبي، انسان هذاك عطاه لك بطريقه مؤدبه والله غير نتقبله. كاين بزاف ما عجبهمش الديكور. الحاجه الاولى في الفيديو خياتي قلت لكم باللي ما عنديش الماء، وللان مازال ما عنديش. ايماجيني والحوايج راني نبعثهم ينغسلوا في الدار القديمه باش يطلعوهم لي هنا. قلت لكم راني نسكن في حومتي برك، يعني فلاكا وين كنت زمان نسكن، راهم يغسلوهم لي في الماشينه لافي القديمه، يطلعهم لي الزوج ننشرهم هنايا. الحمد لله هذه ميزه انه ما بعدش على حومتي. هذه الحاجه الاولى، بيد ما تفرج وتسقم الحاله هنايا. لا علينا.
انا الحمد لله ربي عالم وصافيه وقادره ما نحكيكمش كاع هاد المعلومات، وراني نسكن ولا وين غسلت حوايجي، اصلا دي حاجه ما تحمكمش، بصح انا راني معاكم بقلبي الصافي وربي على ما اقول شاهد. كنبيات انا كي شريتهم عندي العزاب في الدار، وحده تعليقها اللي جيناني وقلقني حتى الدمعه تفرفرت من عيني، باسكو انا لو كان تعرفوا واش سفريت على ولادي، واش نغبنت، واش تمحنت، لو كان نحكي حكايتي قناتي تطلع مشي للملايين، نضمن لك باللي 10 ملايين في سمانه تطلع قناتي. واش سفريت كليت الخضر واليابس والمراحل الصعبه في الحياه كاع تخطيتهم، بصح ما حكيتهمش باش ماشي غدوه من غدوه تقولوا طلعوها باسكو هكا وهكا وهكا. كانت غلطه حياتي انه طلبت الناس تدعي لي في الحمله هذيك، الحمله انا عايشه بها، وريتها لكم دو فوا ولا تروا فوا، باسكو قالوا لي لازم ديري فيديو باش يلحق للسلطات المعنيه نبارطاجيوه، هذا هو كان السبب اللي درته. سينو والله ما تعرفوا ياما فيديوهات طلعوا لي ما نعرف شحال. المشروع تاع المحاجب انا ندير في المحاجب والزيقوله حق الركايبي جامي اشتكيت، والروتين طلع وطلعت المشاهدات فيه والناس دارتوا مشاريع، والحمد لله الحمد لله. الله المستعان. وصلنا لواحد الوقت الناس ما تعرفكش انت كيفاش راكي عايشه، ويدبروا عليك يحرجوك بكلام واش نقول لكم، كيما ذي قالت لي اختي كي عاد عندك الدراهم وعلاه ما تزوجيش واحد من ولادك حتى تخليهم يكبروا ومشي لاقيين حتى وين يرقدوا، انتي بيتو البنات بيتو هما مرميين في الصاله. روحوا نهضروا يعني، خلينا من الكلام الفوقاني كاع وخلينا من عندي الدراهم، بالك حسبتيهم معايا وما على باليش. المره هذه جاوبوك ولادي باسكو قراو التعليق، سيرتو رفيق هو اللي طلع وجا قال لي ماما رميتينا. قال لك رفيق يا اختي العزيزه اللي بالك راه قد وليدك، قال لك حنا الرجاله نرقدوا في الزنقه ونبقاو رجال، بصح العز والدلال يبقى الخياتي ثلاثه يرقدوا مستورين في شومبرا مغلوقه عليهم، عندهم خصوصياتهم، هما المؤنسات الغاليات. هذه رفيق قالها لك، قال لك انا نرفد الحجر وناكل الحجر واختي ترقد معزه مكرمه، انا مانيش مرمي في الصالون، انا ني خدام، ساعات نخدم الليل ساعات النهار، وقت ما كنت نرقد في شومبرة بابا ويما، نرقد في شومبرة خياتي، نرقد في الصالون نغلق على روحي، راني مستور وراجل نبقى راجل، ونحيها من روحي ونزيدها في خياتي. هذه قالها لك رفيق. اما وليد قال لك مانيش مقلق على الزواج، ونهار اللي نجيب بنت الناس لداري نجيبها بالعز والدلال، كيما نحافظ على خياتي ماذا بيا نحافظ على بنت الناس اللي تحمل اسمي، مانيش مقلق ومازالني صغير على الزواج ومازال طريق قدامي طويله ونتزوج ان شاء الله. وانا لو كان جات لي واحد مولادي يقول لي ماما نتزوج، انا شهرزاد نروح نرقد في الكوزينه ونعطي لوليدي الشومبره. هذه اللي راكي تطلعي وتحبطي، هذه اللي راكي تطلعي وتحبطي لحياه غيرك. عيشي حياتك اختي العزيزه وما تجرحيش الناس بالكلام. والله لو كان جينا كل واحد عايش حياته مشي حياة غيره كرنا أرقى الشعوب، والله العظيم. احنا مشكلتنا انه هذا يعس في هذا. نحبكم بزاف، بقاو على خير يا الغاليات.